ده الموقف بالكامل جوه النادي الاهلي بالكواليس. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وافق على قبول استقاله الكابتن زيزو والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، والموضوع اصبح منتهي بنهايه الكلام او الطلب اللي طلبه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي من خلال البيان بتاعه. هو مجلس الاهلي وافق على قبول الاستقاله، ده من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. ومن الموقع الرسمي كمان من النادي الاهلي، والاهلي رفض المشاركه في الدوري الا بضمانات امنيه حقيقيه، وقال كمان انه مش هيشارك في القرعه. فكون النادي الاهلي يشارك او ما يشاركش في القرعه من عدمها زي ما حضراتكم شايفين قدامكم اهو على الشاشه، ده برده من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. مش هيشاركوا يوم الاثنين في القرعه دي ما فيهاش مشكله، لانه في انديه ثانيه في 17 نادي هيبقوا موجودين، فالقرعه هتتم مش هيجرى فيها حاجه. انما رفض الاهلي مشاركته في الدوري الا بضمانات امنيه حقيقيه، ده راجع لرؤيه النادي الاهلي فيما حدث بالامس.